بكم مشاهديني الأعزاء عشاق تفسير رؤى الأحلام. معكم سما لتفسير الأحلام. شفت نمل في حلمك؟ طب النمل ده كان ماشي على جسمك ولا في البيت ولا كان بيقرصك؟ النمل في المنام مش مجرد حشرة، ده رمز قوي جدا بيوصلك لحالك ولتعبك أو رزقك. النمل لو كان بيتمشى في الشقة أو في البيت، أو شفت النمل بيقرصك، أو شفت النمل ماشي على جسمك، النمل في المنام مش صدفة، رؤيته في المنام مش صدفة. الرمز ده بيحمل رسائل كتيرة مهمة. تعالى نعرف معناها ايه في حلمك. لو شفت النمل ماشي في البيت، ده بيدل على رزق داخل بيتك. خصوصا لو شفت ان هو مش بيأذيك، هادي. لكن لو شفت النمل بطريقة صعبة تضايقك او تتعب لك اعصابك في المنام، فالمنام بيدل على ضغط نفسي او مسؤوليات كتيرة قوي عليك هتمر بيها الفترة الجاية. ولو شفت النمل كتير كتير بطريقة هادية في المطبخ، ده بيدل على عيشة وعلى رزق كتير في حياتك، وبيدل على خير، مش بيدلش على حسد، لا ده بيدل على خير. لو شفت النمل بيمشي على جسمك، دي للأسف بتبقى رؤية غير محمودة، بيدل على شوية تعب هتمر بيه، أو ربما طاقات سلبية سببها حسد هيديلك تعب جسدي، فلازم تاخد بالك وتنتبه. لو شفت النملة على السرير، بتبقى إشارة مؤكدة إن في حسد عندك. لو انت متجوزة بيدل على مشاكل مع الزوج. لو انت مش متجوزة أو بيدل على تعب صحي سببه حسد. قرصة النملة في الحلم دي مش مجرد وجع في المنام، لا دي رسالة من عقلك أو روحك إن مأجلك حاجة مهمة جدا، أو محتاجة تصحي من موقف معين. قرصة النملة محتاجة إنك انت تنتبهي لحالك، فوقي وخدي بالك من اللي حواليك. مواقف كتيرة معينة انت مش واخدة بالك منها. طيب لو شفنا النمل داخل من باب الشقة، لو شفنا النمل ماشي بصفوف وداخل جوه الشقة، بيدل على أخبار سارة، بيدل على رزق جايلك. لو شفت النمل ماشي على الحيطة، اعرفي إن في حسد لبيتك أو لجوزك أو لحياتك العائلية. لو شفتي النمل خارج من بيتك وشايل حاجة، شايل أكل أو شايل حاجة، اعرفي لا قدر الله بيدل على وفاة صاحب البيت، أو بيدل على افتقار. لو قتلتي النملة، فده ممكن يكون يرمز لمحاولة خروج ضغط نفسي. لو شفتي نفسك بتموتي نمل، ده بيدل على انك انت هتخرجي من ضغط نفسي او مشكلة انت بتمر بيها. بس لازم تسألي نفسك، بتحليها ولا بتهربي منها؟ ولو هربتي منها، فده بيعكس خوف او قلق داخلك، مش عارفة تحلي مشكلتك. النمل مش بس حشرة، ده رمز قوي جدا عن الرزق والتعب وحتى العين والحسد. اكتبولي في الكومنت حلمك بالنمل كان ازاي، وانا هقولك الرسالة اللي وراها بطريقتي واحساسي، وهفسرها لك في الكومنتات. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة.